الواقعة اللي قدام حضراتكم دي بتاعت كشري الخديوي المؤسسة شبرا. بدأت الحكومة بعد الحريق ده إن طبعا تنفذ هنا ببناء سور عازل ما بين الشارع وما بين محطة المترو. والسور ده طبعا جه في أماكن الناس دي بتاكل منها عيش، عاملين محلات فاكهة وخضار ولحمة وسمك. فالسور جه في مكان المحلات دي. الناس طالعه هنا طبعا بتستغيث الحكومه وبتناشد الحكومه: انتوا خربتوا بيوتنا يا حكومه، هناكل عيالنا ازاي يا حكومه؟ اولا النار اللي هي كانت في محل كشري الخديوي التهمت في المحلات دي لدرجه ان مسافات قليله جدا، وكانت هتوصل لمحطه المترو. ساعتها هيكون في ضحايا كتير جدا جدا جدا. فالناس هنا نأمل في الحكومة أولا إن هي توفر لهم إكشاك بطريقة قانونية ياكلوا منها عيش. ولكن إذا كانت المناشدة للحكومة بأن الحكومة خربت بيوتهم، فأنا عايز أقول لحضراتكم: الحكومة عملت الصالح اللي كان لازم يتعمل. ولو أنتوا بتتكلموا عن مصلحة شخصية، فالحكومة عملت المصلحة العامة. وتحيا مصر.